مفيش حاجه اسمها، لان انا قعدت مع ناس واتكلمت معاهم طلعوا قالوا مهندس هاني قال انه لغى الترقيات، ما لغتهاش. هو كل القرارات اللي طلعت في يوم 26 طالعه بتقول على ان يتم تقييم فلان بعد 3 شهور وتحديد احقيته في الوظيفه. فانا طبقت الكلام اللي موجود، وعندي 150 قرار اللي طلعوا اللي هم 150 بالظبط، وهيتم مراجعتهم بخلال لجنه محايده. وهنطلب يا جماعه مش هينفع كده يا جماعه، والله ما ينفع كده يا جماعه. والله حرام عليك الناس اللي قاعده دي. فمش بنلغي القرارات، ولكن بتراجع قرار حسب الاسس اللي تم عليها الاختيار، وحسب الفتره اللي قعدها في الوظيفه عمل فيها ايه. خلاص؟ وهيتم عملها، يعني هيتم مراجعتها عن طريق لجنه محايده. هل انا هقدر ارجع لكل الترقيات اللي اتعملت في خلال 60 سنه؟ مش هقدر، ولا في اي لجنه ولا في اي حد في الدنيا يقدر يرجع يراجع ترقيات اتعملت في خلال سنه او 2. بس انا على الاقل وخلاص، وكمان بقت لها صفه قانونيه، حتى لو اكتشفنا ان هو لا يستحق هيبقى قانونا صعب ان احنا نغير. لكن بتوع نوفمبر وديسمبر كلهم الدكتور اشرف كتر خيره عاملهم بطريقه بحيث يمكن مراجعتهم تماما، ومكتوب في القرار كده. خلاص؟ فما هياش ترقيات نهائيه، ولكن تكليف تتم مراجعته في خلال 3 شهور. تمام؟ طيب. انا مرتبي 600 جنيه بس 300 ايجار، انت تعرف تعيش ب 300 ايجار يا ريس؟ ما يعيشوش حد يا ابني، ما يعيشوش حد. بالطريقه دي لو هو لا ارد على سؤالك، انا ما اعرفش اعيش ب 300 جنيه. خلاص؟ وما اعرفش اعيش ب 600 كمان على فكره، مش ب 300 بس هل دي الطريقه اللي هتحل لنا المشكله؟ هل لما تقف كده وتعطل زمايلك وتقول الكلمتين دول، هل حضرتك فاكر ان انا مش عارف المرتبات شكلها ايه؟ خلاص؟ هل حضرتك فاهم ان انا مش عارف المرتبات شكلها ايه؟ هل حضرتك فاهم ان انا ما راجعتش اقل مرتب بلاقي كام وشكل المرتبات ايه على كل الليفلز او على كل الدرجات؟ لكن للاسف ان كل واحد بيتكلم اكنه يعني عارف كل حاجه. الناس اللي قالت الاتصالات دفعت لنا مش عارف ملايين وما خدناش منها حاجه، ما حصلش. الناس اللي بتقول ان طب المزايا تسمع اتصالات، كل الكلام ده بنبص عليه عشان نشوف نعمل ايه. القرارات البسيطه اللي انا خدتها في الاسبوعين اللي فاتوا اللي هي الشهر، ال 10% زياده في بتاع، كل ده قرارات بسيطه عشان لقيتها كلها اقدر اخدها بسرعه، واقدر ما ارجعش لمجلس الاداره، ما ارجعش للوزير، ما ارجعش كاس تنظيم الاداره. فهل اللي مرتبه 300 ولا 400 ولا 500 ولا 600 يعرف يعيش؟ السؤال الاجابه لا، ما يعرفش يعيش. خلاص؟ هل هنقدر نحل كل الكلام ده اللي بقاله 50 سنه في اسبوع ولا 2؟ لا، مش هنقدر. لكن بنحط النهارده ولا بكره في تغيير تعديل وزاري، وهيبقى في وزاره موجوده هتفضل معانا لحد انتخابات رئاسه الجمهوريه اللي هتتم في شهر 10 السنه دي. اعتقد بقى الوزاره دي هتحاول تنظر الاولويات الاساسيه بتاعتها هتبقى رفع مستوى المعيشه بالذات للناس اللي انتوا بتتكلموا عليها. خلاص؟ مش بس في هيئه البريد، بس انا غير اللي الحكومه هتعمله انا هعمل حاجات ثانيه لهيئه البريد حسب الامكانيات اللي بتتوفر ليا. بس طبعا حضرتك لو تنزل ايدك بتقعد بعد اذنك عشان حتى تسمع، حضرتك مش بتسمع. خلاص؟ فموضوع المرتبات بيتنظر عليه عن طريق الدوله، لان انا الحاجه اللي مش في ايدي هقول انها مش في ايدي. فالمرتبات مش في ايدي، لكن الحوافز في ايد مجلس الاداره، وده اللي احنا بنبص عليه. وفي الاخر انت ما يهمكش هو اسمها ايه؟ اسمها مرتب، اسمها حافز، اسمها اي حاجه، ده بنغلب خلاص. لكن انا والله قلت الكلام ده بس حضرتك ما كنتش موجود. انا قلت ان احنا بنبص على الاستقطاعات كلها، لان ناس كتير اشتكت من الاستقطاعات. اللي انا عايز اقوله لكم بالنسبه للناس الموظفين في الهيئه، المشاكل كتيره جدا والطلبات كتيره جدا. خلاص؟ وانا لما جيت ما كنتش متخيل انها هتبقى بالحجم ده. بس قدامنا حلين، يا اما نقعد نهيص بالشكل ده ومفيش حاجه تتحل، يا اما ناخد الامور ونحلها واحده واحده. مش واحده واحده معاك، حضرتك استناني 2 3 سنين، مفيش حاجه اسمها كده. لازم حضرتك تشوف ان
ان في حاجات عماله تتحل، سواء في الظلم، سواء في الفساد، سواء في الدخل بتاع سيادتك، سواء في الترقيات، اي حاجه من اللي انتوا اشتكيتوا منها لازم تحس ان في حاجه بتتعمل لقدام. بالنسبه لابناء العاملين لازم تشوف حضرتك يعني حاجات واضحه، تبقى حضرتك عارف لما ابنك هيقدم ايه الحاجات اللي هتطبق عليه وهيتم الاختيار عن طريق ايه. فانا بوعد ان ده لازم يحصل، وللمره المليون لو ده ما حصلش هعتذر ويجيبوا حد تاني يقدر يعمله يمكن انا ما اقدرش اعمله. بس